مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير، وده هيكون فيديو عن ريريتي كوليكشن 2. الليست لسه نازله امبارح على حسب ما انا بسجل الفيديو يعني، والمفروض ان انا انزل فيديو على طول النهارده. وده بقى فيديو عن الليست الكامله بتاعه ريريتي كوليكشن 2. 1 كانت نزلت كان فيها كروت كويسه، 2 بقى كان عليها مشاكل كتير كده، وفي ناس متضايقه منها وفي ناس مبسوطه منها، فخلينا نبص عليهم كلهم بصه سريعه. انا هنا على اوميجا عملت كده الكروت كلها حطيتها ورتبتها، فخلينا نبص عليهم واحده واحده. وخلينا نبتدي بالكروت الفخ اللي هي اقل حاجه انتي سبيل فراجرنس. انا مش فاهم نزل ليه، لان هو لسه معمول له ليميت 1. انا متفاهم هنا ان هو ممكن يكون بيحاول يدي فرصه اكتر للبندلم، لان انتي سبيل فراجرنس كان بيقتل كروت البندلم تماما، فعملها ليميت 1. حلو، دي حاجه كويسه، بس هو منزله ليه وهو عامله ليميت 1؟ انا مش فاهم قوي. سكيل درين حلو طبعا، ينزل في كل الاحوال. هو عامل هنا ثيم برضه، يعني هو عامل ايه؟ هو منزل 3 سولمن مثلا، اللي هو جادجمنت وسترايك وورنينج، منزل الثلاثه مع بعض، وهي كلها كروت كويسه. الفكره بس ان جادجمنت لسه نازل قريب. جادجمنت ده لسه نازل وهما بيعملوا الريبرنت بتاعت الميتر ريدرز تقريبا، ونزل في الفاير كينج تقريبا كمان، فماشي حلو كويس. بعد كده بقى بعد الترابس عامل لك هنا ريبرنت تقريبا لكل الفيلد سبيلز بتاعت كاشتيرا وفيزا ستار فروست والكلام ده. عامل ريبرنت للاربعه فيلد سبيل. ده كان غالي جدا طبعا، والكروت التانية كان سعرها متوسط، بس ايه تمام. هو ده سعره كام دلوقتي؟ هنا بيقول لك الافريج برايس ده 299، لو حطيناه في السايد ب 12 برضو كويس، بس طبعا الكروت دي سعرها هينهار بعدها، دي مشكله كبيره. نشوف اللي بعد كده. بس بما ان احنا اتكلمنا عن الثيم ان دول كلهم بتوع فيز ستار فروست، هنلاقي كمان عندنا فوربيدن لانس نازل، وده ماشي مع الثيم بتاع السولمن. لو شفتوا القصه بقى هي بتتكلم، كلهم موجودين المفروض ايه من قصه واحده، فتمام. بعد كده عندنا طبعا البيرلي هينزل سعره جامد قوي. البيرلي اول ما نزل كان بحاجه $40، دلوقتي نزل باين 10 مش كده؟ تعال نشوف. نزل ب10 او ب11، فهينزل طبعا سعره في الحضيض. الفكره كمان ان هو عامل ليميت لشويه كروت بيرلي، فهو الكارت ده برضو بريتي ميموري كان غالي. الكارت ده كمان كان اهو باين عندنا فوق داخل في 17، فهيخلي الديك اي حد ممكن يلعب بيها بسهوله، فدي حاجه كويسه المفروض، مع انها كانت ديك رخمه جدا، بس ما علينا. الباقي بقى فيه شويه كروت حطيتهم اللي هي ايه، اكسيز انكار وتوين تويستر سولان لونا، ده تمام حلو برضو مش وحش. اكسيستر باكس، واعتقد حط اكسيستر تاني هنا في الاكسترا ديك، اكسيسترز ماجنيفيكا، ده لطيف ان هو عامل لهم ريبرنت للي بيلعب، بس مش منزل مارثا مثلا، مش منزل كروت الاكسيستر نفسها. هو بيحاول يلم حاجات كتير، دي حاجه كويسه، بس كل ما اعتقدش ان في ناس كتير كانت مستنيه كروت دي يعني لغايه دلوقتي. مثلا اعتقد البيرلي كان اظرف حاجه نازله، وسولمن جادجمنت وسكيل درين اللي ما كانش عندهم البرنس القديمه. هتمشي بقى على الكروت دي كلها، هتلاقي كل الكروت دي موجوده كتير قوي، ما عدا كروس اوت ديزيجنيتور. هو ده الكارت اللي ممكن تقول ايه، لا احنا مستنيين كارت زي ده، لان هو لما كان نزل غالي وما اتعملوش ريبرنت اعتقد خالص. تعال نشوف كده، لسه غالي لغايه دلوقتي. فده كارت برضو من الكروت المهمه. كل الكروت دي عادي. بوك اوف مون، بوك اوف اكليبس ما عمل لهم ريبرنتس كتير. التيميت سلاير لطيف ان هو منزله التيميت سلاير مع ابولوسا بوك اوف جادز، لان هو طبعا نفس الوحش، كان في قصة ليها برضو على القناة. وهو بصراحة كارت حلو، لان هو من الكروت ان خصمك ما ينفعش يشغل مونستر افكت ان ريسبونس، فدي حاجة لطيفة يعني. لغاية دلوقتي انا الخمس كروت دول انا مبسوط بيهم قوي. كل الكروت دي موجودة من قبل كده. بالومرايزيشن مهم يبقى موجود برضو للي مش عنده، فهي فرصة انك تجمع كروت. مايند كنترول مش عارف قوي ليه بصراحة، يعني انا كنت احب مثلا يبقى سناتش ستيل، بس ما علينا. كل الكروت دي موجودة، اتعمل لها ريبرنتس كتير برضو. فولش باريال حلو يبقى عندك، وحلو ان هو يبقى موجود كارت ريريتي يعني. ده كارت من الكروت اللي الريريتيز بتاعتها كويسة. تعال نقسمهم كده يعني. ده انا مبسوط ان يبقى عندي ريريتي عالية منه، هو وسولمن جادجمنت برضو مبسوط بيهم هما الاثنين، يبقى الريريتي بتاعتهم كويسه. ده بيطبع في اي حاجه، الكارت ده بيطبع على طول، فتمام. انا متأزم بقى من بينجو ماشين جوده، انا ده مأزمني جدا، لان هو الكارت كان $20 تقريبا. تعال نشوف بكام. $20 فعلا بالظبط، وانا الكارت ده عندي 3 نسخ منه، فهو سعره هينزل في الارض خالص، فدي حاجه انا مأزماني شويه ان هو هيتعملوا ريبرنت، ماشي هعمل ايه يعني. وفي كارتين تانيين بقى بلو ايز نازلين معاه. الجيت والالترناتيف كانوا موجودين من فتره قريبه، مش فاكر في انهي سيت بصراحه، بس تمام يعني خلاص. ابومينيشنز بريزن منزلين ده، ومنزلين الان تشيند سول اوف ريج، منزلين الاثنين دول كان تشيند. الكارت ده كان غالي قوي، الانشيند سول اوف ريج ده، يعني هنا بص 77 لما تشيله بينزل $25، فحلو ان تتعمل له ريبرنت بصراحه. هو مش عندي فانا مبسوط. ماجيشن سول هينزل جامد، بس هنا في نقطه بقى، هو منزل ماجيشن سول ومنزل كمان معاه illusion اوف كيس، كارتين سبورت للدارك ماجيشن.
وفي نفس الوقت منزل هنا 3 كروت سبورت للبلو ايز. اعتقد ان ده فور كوليكشن ريزن، ما اعتقدش ان هم هينزلوا لهم سبورت قريب. يعني انا عن نفسي احب ينزل سبورت تاني للبلو ايز والدارك ماجيشن، هي كروت قوية وحلوة، بس ما اعتقدش ان ده الهدف من الريبرنت بتاعهم. وطبعا ده بيتعملوا ريبرنت كل 6 تقريبا، معمول له ريبرنت 500 مرة لغاية دلوقتي، ما اعرفش ليه. درولان لوك بيرد حلو طبعا، كده كده كويس. كان سعر الكارت تقريبا 4 لو انا فاكر صح، 3-4 في الرينج ده. فهو درولان لوك بيرد لما يتعمل له ريبرنت هيبقى حاجة كويسة. واعتقد ان بعد الريبرنت للكروت دي مش هيتعمل لها ريبرنت تاني لفترة طويلة قدام، فانت لما تحتفظ بالكروت دي بعد شوية سعرها هيرجع يغلى تاني. دي كرو طبعا كويس كده كده برضو. في الريريتي كوليكشن 1 كان نزل اش وجوست بيل، المره دي بقى نزل جوست اوجر وجوست مورنر، فاعتقد حلو للكوليكشن. يبقوا الاربعه كده موجودين جنب بعض، دي حاجه كويسه. ريسكيو رابت وريسكيو كات، هو منزل الاثنين ارت من ريسكيو كات، معرفش ليه، في حاجات منزلين منها ارت واحد، ده الوحيد اللي كاتبين ان هو نزل منه التو ارتس بتاعته، فهو كارت لطيف تمام. انا مبسوط بسايلنت ماجيشن وسايلنت سورد مان لان هي كروت قديمه ونزل سبورت قريب ليها، فحلو ان يتعملها ريبرنت طبعا عشان تعرف توصل لها. ده مش عارف ليه جه اصلا بصراحه. ده اعتقد من كروت الراندوم اللي حطوها كده. سكال مايستر حلو بما ان معظم الحاجات شغاله دلوقتي في الجريف يارد، فدي حاجه كويسه. الوبر من الكروت الكويسه طبعا اللي كانت موجوده، والوبر نازل مع كذا كارت تاني من اللور بتاع البز، يعني نازل معاه هنا ماسكريد نبقى نشوفه، ونازل معاه كمان الريند برام دراجون، فدي حاجه لطيفه. هنا كان منزل، كان نفسي ينزل مثلا كشتيره مثلا، ليه ما يعني منزلين هنا الفيلد سبيلز، ليه ما عملوش كشتيره في النرير ولا حاجه؟ بس يعني اعتقد ده كان وقت الريبرنت بتاعه، يعني كان نفسي طبعا لان هو مش عندي، بس هو ايه كان نفسي ينزل يعني. عندك فانتازمي اللي هو كان نازل حوالي ب$4-5 برضو، هيبقى لطيف. اعتقد ده حلو قوي كاونتر لللينك، فده لطيف. بس منزلين الالترنت ارت بتاعه اللي انا مش عارف بصراحة، اللي هو مش عارف ده ولا ده، مش عارف انهي الالترنت ارت اللي هينزل. اعتقد ده اللي هينزل بقى الالترنت ارت ده الجديد يعني. بس ماشي لطيف مش وحش يعني، فيها كروت لطيفه وفيها كروت ملهاش اي معنى، بس هو مش ده الحاجه الانترستنج في الديك لغايه دلوقتي. وكيس هانتر طبعا لطيف. هنا بقى لما تبص على دول نمبر 38 هوب ماشي وما بتاع، ده كانت الناس اللي اشتريته هتزعل قوي الكارت ده كان عليه طلب كتير قوي الفتره اللي فاتت، فناس كتير اشتريته، وهو سعره تقريبا $5، هينزل سعره في الارض طبعا. ابيس دويلر كده كده موجود كتير منه، ما اعرفش ليه عامل كده. ترابتريكس اي كلام برضو. فانتوم نايت. اندر وورلد جادس اوف كلوزد وورلد برضو اتعمل له ريبرنت انا، ونازل بريريتيز كتير، انا مش فاهم ليه. ده بقى الكارت اللي هيبقى مشكله بصراحه. الكارت ده كان سعره عالي قوي، الكارت ده كان سعره واصل $50، وبعد الريبرنت ده هينزل جامد. فاللي كان عنده الكارت ده، انا عندي منه كذا واحده بصراحه، فمتأزم نفسيا من اللي هيحصل فيه، بس خلاص بقى نعمل ايه. وعندك هنا ابولوسا، للي ما عندوش ابولوسا طبعا هو كارت مهم في الاكسترا ديك كده كده، فتمام. وماسكرين اكيد ما كانش هيتعمل اس بي، فاهم يعني. اي بي ماشي، بس اس بي ما صعب قوي، اس بي لسه غالي قوي ولسه نازل، مش هيعملوا فيه المذبحه اللي حصلت في بارون دي فلير دلوقتي يعني. اي بي ماسكرينا من زمان وخلاص، وبقى موجود في كل حته، فتمام. هيراتيك سيل اوف هيفنلي سفيرز برضو لطيف. وطبعا Unchained Soul of Rage ده كويس قوي ان هو كريبرنت، لان هو ريبرنت غالي زي ما قلنا، احنا قلنا 77 هينزل 52، نزل $25، فهيتقص جامد قوي السعر بتاعه. فده اعتقد من الريبرنتس اللي هي الفاليبل اللي الناس ممكن تحب تشتري عشان الكارت ده يطلع لها. ننزل بقى للسينكرو والفيوجن. الكارت بقى المهم اللي نازل هو جارديان كايميرا، وانا شايف ان ده كارت جميل جدا يتعمله ريبرنت. هو طبعا مشكلته ان هو مش بيجي بسوبر بولي، ما ينفعش يجيب سوبر بولي، لان سوبر بولي طبعا لازم يجيب الكروت من على الارض، وانت هنا بيقولك هاند اند فيلد، فمش هينفع. خلينا نتاكد كده. سوبر بولي المفروض بيقولك ايذر فيلد، لازم على الارض. وهنا طبعا لازم يجي هاند اند فيلد، مش اور، مش اند اور، فلازم من ايدك ولازم من الفيلد كمان. هو with at least one monster from each، فما ينفعش يجيب سوبر بولي. بس هو حلو ان انت تخرج منه باي حاجه، يعني انت معاك فيوجن او معاك اي حاجه تعرف تخرج نفسك بسهوله، لان هو محتاج 3. والافكت بتاعه كويس جدا، كارت جميل قوي وغالي قوي، وانا مبسوط ان هو نزل بصراحه. دراجون برضو كان الريبرنت بتاعه قليل قوي، ما حدش بيلعب بيه طبعا، لان دارك ماجيشن نقدر نعتبره من سبورت دارك ماجيشن اللي قلنا عليه من شويه. بس دراجون ما اعتقدش خلاص ده وقته دلوقتي، الا لو اتعمل سبورت هيبقى جميل دراجون برضو في الوقت ده. طبعا في فيديو كامل بقى عن دراجون، وهو ليه باند في الاو سي جي ومش باند في التي سي جي والكلام ده كله، هتلاقيه برضو على الشانل. ماسكريد لطيف، حلو ان هو يعمل سبورت للديسبيا اللي نازل مع الوبر، هو وده نزل يعني سبورت للفولن اوف البز، منزلين بس من الثيم بتاع فولن اوف البز 3 كروت،
الكارت ده برضو في ماجنيفيسنت ميفن تقريبا نزل، فموجود كتير قوي. نروح بقى لاخر حاجه اللي هي السينكرو سايكيك اند بانشر. كان جميل وغالي، ماشي، بيتهيالي عدى عليه وقت طويل قوي فتمام. ترشولا جميل برضو، وده حلو ان هو نازل بصراحه، لان في ايس بارير هينزل، لسه منزلش تي سي جي بس هينزل السبورت بتاعه قريب. فحلو ان هم عملوا ريبراند للتريشولا، كان المفروض يعملوا تريشولا زيرو معاه كمان بس مش مشكله. وبرده كروت بلو ايس تاني اهو موجود معاهم، اللي هو بلو ايس سبيريت دراجون. كريستال وينج سينكرو حلو، وده ليميت 1 الكارت ده ليميتد برضو، ف ممكن يكون عشان هو ذكرياته الحلوه بقى، فاهم، منزلين الريريتي كوليكشن زي ما قالوا. كورال دراجون عادي يعني، ما فيهوش حاجه مميزه قوي. انا شايف ان اللي مهم قوي يعني في الكوليكشن دي هي كروت الدول اللي هنا دي، اهم كروت ممكن تطلع تحتفظ بيها. ومن هنا طبعا اكسس كود توكر والريج، وممكن ده للي مش عنده، وعندك ده للي لسه بيجمع بيلعب الاندر وورلد وكده، وبيس دويلر كده كده موجود. اما بالنسبه للفيوجن فجارديان كايميرا مهم، ريد دراجون مهم، الوحوش دي كويسه اللي مش عنده، واند بانشر كويس برضو وده حلو يعني. انا شايف ان هما في الاكسترا ديك منزلين كروت حلوه بصراحه، احسن من اللي منزلينها بالنسبه للمين ديك العاديه. انا اعتقد بما ان الاسعار لسه ما نزلتش، ان زي ريريتي كوليكشن 1 كان في حاجات عاليه قوي يعني، ايش مثلا كوليكشن كانت غاليه قوي، وبوت اوف بروسبريتي كان غالي قوي وكده. انا اعتقد ان اللي هيبقى اغلى حاجه في الليله دي هو جارديان كايميرا تاني، ممكن يكون ومثلا سكيل درين الريريتي العاليه هتبقى غاليه شويه. درولان لوك بيرد ممكن يبقى من اغلى الحاجات في الكوليكشن العاليه برضو، واحتمال دول عشان اللي هيحب يجمع الكوليكشن. بينجو ماشين ده لازم يبقى غالي، لان الكارت كده كده لوحده في البرنت العادي بتاعه غالي، فاعتقد ده هيبقى سنه غالي شويه، مش متاكد من ده. بس هنا تاني ايه، اكسس كود توكر ما اعتقدش هيبقى غالي، لانه اتعمل له برنت مرتين قبل كده. ممكن ابولوسا البرنت بتاعها برضو الريرتي العاليه هيبقى غالي شويه، بس اعتقد هو ده. لو انت عندك رأي تاني برضو او كارت شايف ان هو نازل لسبب معين، يا ريت تكتب في كومنت برضو نتناقش سويا يعني. بس كده، ده كان فيديو سريع قوي عن الريريتي كوليكشن 2، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.